بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناتكم مطبخ فاطمة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية. وصفتنا لنهار اليوم السردين، حضرت لكم بطريقتين، طريقة تاع لاصوص ومقلي بالدرسة. تابعوا معايا برك المقادير وطريقة التحضير سهلة جدا خاصة للمبتدئات، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو. اول حاجه هنايا عندي كميه تاع السردين، كنت حطيتها في الماء والخل كيما راكم تشوفوا ونظفتها. اول حاجه نحي الراس ونحي هذا كل الزوائد، وثاني نحولوا هذاك الشوك اللي في الوسط، ونحاولوا نحافظوا على السردينه بهذا الشكل. هذا الفيديو حاولت نوري للمبتدئات كيفاش ينظفوا. هنايا حطيته كما قلت لكم في الماء والخل، نظفوه مرتين، اول مره كيما راكم تشوفوا وزدت نظفته المره الثانيه. وهذه الطريقة يجي بنين، يجي ما شاء الله. جربوا بهذه الطريقة خاصة انه متوفر هذه الايام. كما راكم تشوفوا طريقة راه بسيطة بالنسبة للتنظيف. وهنايا كنت نحضر في الدرسة، حطيت كمية تاع الزيت، وهنايا حطيت لها كمية مليحة تاع الثوم كنت رابيته، حطيت فلفل اسود، وحطيت كميه مليحه تاع الكمون. الدرسه على حساب السردين اللي عندك. وهنايا حطيت فلفل احمر العكري، وحطيت هنايا ثوم بودر وشويه خل. وهنايا حطيت كميه تاع الملح وطماطم مصبره، وحطيت المعدنوس. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما استقطر مليح هذاك السردين نعمروه بالدرسه. طريقه سهله كيما راكم تشوفوا، والبنه ولا اروع. صدقوني جربوا بهذه الطريقه اكيد راح ينال اعجابكم. هنا كيما راكم تشوفوا ممكن تعمريه من قبل ومن بعد تقليه. هنايا شوفوا كيفاش عمروه كميه مليحه. بهذيك الدرسه تطلق لكم بنه ولا اروع للسردين. عمرت كامل الكميه اللي كانت عندي. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت كامل الكميه رجعت رمدتهم في الفرينه وسميد مخلطين. ممكن تحطي سميد فقط او الفرينه فقط كيما تحبي، وحطي معها شويه ملح وشويه فلفل اسود باش يمد لك النكهه. وهنايا كنت نرمد فيهم بهذه الطريقه كيما راه موضح في الفيديو. وهنايا نرجع نقليهم كيما راكم تشوفوا، طريقه بسيطه. والبنه ما نحكي لكم جات ولا اروع. وهنايا الباقي تاع الدرسه حطيت معاه القليل من الزبده وقليتهم في هذا الطاجين كيما راكم تشوفوا. حطيت معاه 2 حبات طماطم رابي. وهنايا بعد ما نقلي كامل السردين تاعي رجعته في هذاك لاصوص بعد ما طاب. واش نحكي لكم يا البنات، الريحه جات ما شاء الله، جات تشهي خاصه اللي بلاصوص جا ولا اروع. كنت هنايا خليت حبات مقليين فقط بالدرسه، والطريقه الثانيه رجعتهم مع لاصوص جات ولا اروع. صدقوني هذه الوصفه من احسن الوصفات تاع السردين. نتوما برك ما تنسونيش بجمل الفيديو والاشتراك في القناه اذا كنتي اول مره تزوري القناه تاعي. شجعوني بالبارطاج، واكيد راح نحط لكم العديد من الوصفات. نتوما برك ابقوا اوفياء لقناه مطبخ فاطمه. هذه هي وصفتي لنهار اليوم. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتبارطاجوها. ممكن ترجعوها في هذا الطاجين كما قلت لكم مع لاصوص، ممكن ترجعيها في المقلاة فقط كما تحبي. تهلاو في رواحكم والى اللقاء.